السلام عليكم ومرحبا بكم. صحة رمضانكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. اليوم جبت لكم تارت أو سيترون محشية بالكاناج أو شوكولا. لعشاق الليمون راح تعجبكم بزاف. دونك حبيتوا تعرفوا على طريقة التحضير، شوفوا الفيديو حتى النهاية. نبدأ بسم الله بالمقادير تاع العجينة. وش عندي 125 غرام مارغرين. انا خدمت باوبلين بزاف هايله في ريحه لافاني، وهي خاصه لي سابلي ولي تارت، يعني للحلويات. عندي الفارينه استعملت سيم، وعندي السكر جلاسي 125 غرام سكر ناعم، وعندي تانيك اللوز مرحي هكذا بودغ 100 غرام، وعندي تاني زوج حبات بيض نسحق حبة كاملة وحدة صفار، ولافاني نحطيتها برك بصح ما استعملتهاش، يعني انا استعملت اوبلين هي بلا ما تزيدي لافاني، فيها ريحه لافاني بزاف عجبتني. مورفا نستعملها غير في الكريمات، مي ميم لاباط صابلي تجي بزاف هايله. حطيت الزبده لازم تكون طريه هكذا باش ما تعييكمش، لازم تكون طريه، خلوها على برا ما تخلوهاش في الثلاجه. وزيدوا سكر ناعم، سكر ناعم حبيتوا تغربلوه ولا يعني لازم تمس يعني تدخل هذيك هذيك سكر جلاسي مع الزبده حتى يذوب كلش، حتى يولي القوام تاعو كريمي. من بعد ضفت الحبه كامله تاع البيض ووحده صفار. انا درت نصف الكميه، حبيتوا تزيدوا انا درت 125 غرام، نتوما حبيتوا تزيدوا 250 غرام، يعني نتوما على حسب افراد العائله ديالكم. دونك خلطهم مليح حتى تاني كيولي القوام تاعهم كريمي. من بعد نضيف اللوز مرحي، اللوز مرحي بودغ. وتقدروا انا درتو بلا قشور، تقدروا تشروا اللوز وترحوه ما ترحوه بقشور، وتاني كيجي الذوق تاعو بزاف بنين، وما الشكل تاعو يجي تاني شباب. وما ترحوش، تقدروا ما ترحوش بودغ، يعني مرحي مليح، يعني شويه يكون شويه خشين على هذا باسكو انا درتو بودغ. من بعد ضفت الفارينه تدريجيا هكا، وما تعركوهاش وما تعجنوهاش، غلموها غير بصبعتيكم حتى يولي القوام تاعها هكذا. المهم ما تكونش تلصق في اليد وما تكونش يابسه، تكون طريه وما تلصقش في اليد. غطيتها وخليتها تستراح. ما بيد نروحوا للاميورينغ. عندي زوج بياض البيض، وعندي 125 غرام سكر خشين، جاني هكاك كأس إلا ربع، وعندي ربع كاس ماء من الحنفية. ونسحق غير وحدة ورقة جيلاتين ولا بودغ، نسحق 7 غرام. المهم نبدأ بالسيغو اللي لازم نديره. هو الأول نحط السكر، قلت لكم 125 غرام سكر وربع كاس ماء. انا درت كميه صغيره هكذا، تقدروا نتوما تزيدوا، قلت لكم يعني على حساب لاباط اللي راح نديرها. دوك خلطت السكر مع الماء، خلطوه شويه وحطوه فوق النار، ومن بعد جيبوا لا جيلاتين تاعكم لازم تذوبوها في الماء. وتقدري ديري جيلاتين تاع البودغ، ديري 7 غرام، ويقابلوا تانيك 15 غرام الماء هكذا. دوكا راح نجيب البيض راح نطلعه، يعني نضربه حتى يطلع هكذا، ضربيه حتى يطلع. في نفس الوقت راح يطيب هذيك السيغو هكا. السيغو راهو طاب، يعني باش تعرف باش تطفي عليه لازم يلحق درجة يعني كي يغلي لازم 117. واذا ما عندكمش ترمومتر ديروا كيما انايا، جبت يعني الماء هكا، جيبي كاس ولا ما بارد وحطي شويه، كي تولي لك الشمع هكا تتلم تعرفي باللي هنا خلاص، يعني هنا طابت. من بعد انتي تضربي لازم يطلع هكا، لازم يطلع لك الخليط ديالك بيض هكذا. ومن بعد حطي السيغو حطيه تدريجيا، يعني ما تحبسيش، يعني انايا قعدت ندرب ونحط. هي من الاحسن انتي تضربي وتحطي السيرو في نفس الوقت
يعني متحطيش ضربة واحدة، هكا خطوط حطي غير بشوية هكا حتى تشد روحها. من بعد تجيبي الجيلاتين. هنايا انا ما نكذبش عليكم، انا زربت، كنت مزروبه، كنت اعرفوا رمضان وزربت، ويعني لاميغينغ ما خرجتش كيما كنت حابتها. جيلاتين ما دابليش مليح، وهي من الاحسن كنت استعملت البودغ احسن. دونك الخطره الجايه نزيد نعاودها معكم ان شاء الله. دوكا نروح للكريمه، يعني لا كريم او سيترون، كريمه الليمون. عندي 125 غرام المارغرين، عندي 125 غرام تاني سكر خشين، عندي ربع كاس عصير ليمون، عندي زوج صفار يكونوا كبار، انا درت 3، وعندي لافاني وحبه كامله تاع البيض. يعني نسحق انا في الوصفه شحال، زوج صفار بيض وحبه كامله. ومن بعد رحت ذوبت المارغرين. انا درت اوبلين بزاف بنينه، للكريمه تجي بزاف بنينه. دونك ذوبتها، ما تذوبيهاش كامل، ذوبت النصف كي ما تذوبش كامل. هذيك المارغرين تذوب غير النص هكا. ومن بعد نحيها من الفرنو. عاودي حطي السكر وحطي تانيك نصف الكميه تاع عصير الليمون، وعاودي حطيها في الفرنو هكذا. من بعد جيبي صفار البيض هذاك، ضربيه مليح، وقعدي ضربيه في نفس الوقت. تروحي تجيبي الخليط اللي كان في الفرن وهو سخون، يعني من الفرن جيبيه حطيه في البيض ديريكت، بصح ما تحبسيش وانتي تضربيه هكا حتى يخلص لك هذاك الخليط. باش نقول لكم، ما درت غير زوج صفار وحبه كامله، نسيت باش نديرها من بعد نديرها. دونك قعدي ضربي قلت لكم. ومن بعد جيبي العصير تاع الليمون، قلت لكم درنا النصف في الاول باش حطيته في الفرن. ودوكا كي جبت هذاك الخليط من الفرن وضربته مع الصفار البيض، زدت كملت النصف تاع الكميه هكا، كملته كامل. لازم تكمليه دوكا، يعني هي هذه يعني المرحله الاخرى. ومن بعد هنا قلت لكم البيض نسيت باش نديرو مع الزعفر، زدت ضربته مليح، ونعاود نحط الخليط كامل في الفرن حتى تولي الكريمه تاعنا ثقيله يعني. وحطيها في الفرن وقعدي حركي فيها، ما تطولش بزاف. انا باسكو ما درتش كميه كبيره، تمتم يعني، يعني دقايق شويه وتتقلق. ومن بعد جوست كي خرجتها درت لها مغرفه صغيره لافاني ونقعد نحرك فيها. ومن بعد نروح نصفيها ونغطيها وما ندخلهاش للثلاجه، نخليها على برا باش ما تجمدليش. ومن بعد نروحوا للعجينه تاعنا، خليتها تستراح هكاك ساعه. قسما درت لاميغينغ ودرت كريمه الليمون. ومن بعد انايا راح دوكا نقسمتها على حسب المول تاعكم نتوما، حبيتوا ديروا ميني تارت، حبيتوا ديروا هذا كبير، دونك على حساب نتوما المول اللي حبيتوه. جبت بابي كويسون وانا كانت شويه طريه، درت شويه، رشيت شويه فرينه وحليتها. شوفوا متحلوهاش رقيقه، سورتو اذا كنتو حديروا في المول كبير، باسكو تخافوا تتكسر لكم سورتو في الاطراف. هكا حليتها. ومن بعد جبت المول، شفت القيس تاعو يعني باش ندير حسابي. ومن بعد نجيب لاباط يعني بالبابي كويسون. بابي كويسون راح يعني يساعدكم بزاف باش تحطوا هذيك العجينه. حطيتها وبديت نضغط في الاطراف هكذا، وماذا بيكم الاطراف يكونوا شويه خشان، باسكو شوفوا الاطراف راح تطيب تمتم، تحمر تمتم وتخافي تتكسر لك. هكا كي سويت مليح العجينه هكذا، جبت الكيردو. انا نحب الكيردو خير من داك الفرشيطه تقسم لي شغل تقطع لي العجين. جبت الكيردو والاطراف خليتهم شويه خشان. وتانيك جيبوا بابي الومنيوم غطوا كامل الاطراف، لانه الاطراف هي اللي راح تطيب تمتم وتحمر هكا تنحرق لكم. شعلت الفرن مقبل على ربع ساعه على 180 درجه، شعلت غير من تحت طلعتها للفوق، يعني شفتها حمارت من الاطراف. شعلتها غير شويه من الفوق، يعني ما تاخذش الوقت بزاف، 20 دقيقه. ومن بعد نروحوا للكاناج ديالنا. الكاناج تاعي شحال عندي 150 غرام الشوكولا،
وتانيك عندي 120 غرام كريمة الكريمة الخاصة بالحلويات، سخنتها وحطيت فوقها هذيك الشوكولا. ومن بعد هذيك الشوكولا يعني ما دابت ليش بزاف، عاودت حطيت خلطت كامل هذاك الخليط وحطيته في حمام مائي حتى داب لي. ومن بعد رحت جوست غير هي يعني دايبه، حطيتها جوست فوق لا طارت. ومن بعد جبت لا ميرينغ هذه كي دربتها وكلش حطيتها في الثلاجة، شدت روحها لانه الكريمه ما عجبتنيش كامل. لا جيلاتين هذيك ما دابش فيها. في هذا في لا طارت ما عجبتنيش غير لا ميرينغ. المهم الخطره الجايه نعاودها لكم. ومن بعد لازم ما تكونش جامده بزاف. هذه الكريمه تاع الليمون جوست كي تخدميها خليها هي الاخرى تاني كريمه الليمون باش تقعد لك تقعد دايبه. ولا ديريها لا جمدت لك شويه ديريها في حمام مائي يعني، وعادي حطيها من فوق. ومن بعد جبت شوكولا شوكولا تاع كلاصاج عادي وذوبتها في حمام مائي وديري لها هكا خطوط وجيبي الكوردون وعكسي هادوك الخطوط وانتيا يعني تزيين راح يولي لك. تقدري ديري شرائح الليمون، تقدري ديري اللوز جوز يعني راح يولي لك. من بعد كنت درت لي فون دو طارت يعني وخبيتهم في الفريغو، وريت لكم الطريقه كيفاه. كي تقعد لكم لا فاخس ولا اي حاجه تخرجوها وفاخسي بها. اما بما يخص الكاناج واش استعملت نص بريميا ونص الوجدان، بصح لا ميور هي امباسادور يعني في الذوق. دونك هذه هي وصفتنا لنا اليوم، ان شاء الله تجربوها ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.